السلام عليكم. كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين وعلى اتم الصحه ان شاء الله يا رب. الوصفه ديالنا ديال اليوم هي الكيكه ديال الكنافه. كتجي روعه شكلا ومذاقا، كتجي طوب، وكنتمنى ان شاء الله تجربوها حيتاش كتجي بنينه وما غاديش تحشمكم. عندنا هنايا في واحد الاناء كنوضعوا فيه 3 ديال الحبات ديال البيض، كنزيدوا كاس الا ربع ديال سنيده، واحد شويه ديال الملح، رشيشه نتاع الملح، زوج لي ساشي ديال الفاني. كنخلطوه مزيان الخليط حتى كتذوب لينا سنيده مع دوك جوج لي فاني اللي زدنا، وكنزيدو كأس الا ربع ديال الزيت، ونوليو نخلطوه مزيان مزيان. وكنزيدو كأس ونصف نتاع اللوز غادي غير نمسحوه، ما غاديش يعني ما غاديش نحمروه او لا، غادي غير نمسحوه من الغبره ديالو، غادي نطحنوه مطحون بقشورو. عندي هنايا الربعه ديال الكنافه، غادي نحلها مزيان، ما غاديش نطحنها وما غاديش نقطعها بالموس اولا المقص، غادي غير نحلها مزيان، وغادي نلبسها بمعلقه كبيره ديال الزبده مذوبه مخلطه مع 2 معالق ديال الزيت. غادي نخلطها نلبس فيها هاد الكنافه مزيان، دهنها مزيان. عندي هنايا واحد المول فيه القطر ديالو 26 سنتيم مفرش بورق الزبده، غادي نحط فيه الكنافه وغادي نبقى نضغط مزيان باش تجيني الكيكه مقاده وتجي الكنافه مقاده. غادي نضغط على الجوانب ونضغط كذلك على الوسط باش ما تجيش شي جهه طالعه جهه نازله. وفي هذا الاثناء هذه غادي نديرو فيها الكريمه اللي كنا حضرنا من قبل، غادي نديرو فيها الكريمه في الوسط. وفي هذا الاثناء هذه الفران كيكون سخون، يعني كنسخنوا الفران قبل. وغادي نزينوا الوجه ديال الكيكه باللوز ايفيلي، نزينوها مزيان باللوز ايفيلي، وكندخلوها للفران من الاسفل فقط، يعني النار كتكون ما بين مهيله الى متوسطه، حتى كيبانوا لينا دوك الشعيرات ديال الكنافه في الجناب، كيبانوا لينا تحمروا وذهبوا، عاده باش نطلعوها الفوق باش تحمر. هنايا الكيكه ديالنا بعد ما تحمرات وطابت مزيان وكتجي معلكه، دهنتها بشويه ديال العسل، غادي تجي متوازنه. واخا درنا العسل غتجي متوازنه حيتاش درت في العجين درت غير كاس الا ربع ديال سنيده. وهذا هو الشكل النهائي ديالنا ديال الكيكه ديال الكنافه، كتجي مذهبه، كتجي معلكه وبنينه، وكنتمنى ان شاء الله تجربوها وبالصحه والراحه.